بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الأحد 22/5/1446 في زيارة لأبو فارس. مسيك بالخير يا أبو فارس. يعطيك الصحة والعافية، ونقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ومعافى إن شاء الله. جزاك الله خير. وطمن محبينك وأصحابك وزملائك عن الإصابة حقتك. ايش انا بخير. كان عندي قطع في لا يكون طايح من النخلة. لا الإصابة عندي قطع في الوترين. نعم. والحمد لله سويت عملية ويا رب لك الحمد. الآن أحسن يا رب لك الحمد. وطمن المحبين الحمد لله أنا بخير ويا رب لك الحمد. الآن أفضل بكثير من أول ويا رب لك الحمد. الحمد لله. مشكورين على زيارتكم، ما قصرتوا، الله يكتب لكم الأجر. وصراحة أبو فيصل أنت والمجموعة يعني بصراحة ما قصرتوا، الله يحفظكم جميع. وما يعني صراحة عجز كلمات إني أقول صراحة، كلمات الشكر تعجز عن وصف الزيارة. وصراحة يعني كان لها أثر كثير علي. جزاك الله خير. والله أنت تستاهل كل خير. الله يحفظك. والمجتمع في تبوك كله يستاهل منا كل خير، وهذا واجب علينا يعني ما نشكر عليه. جزاك الله خير. نتمنى إن شاء الله لك الصحة والسلامة والعافية. الله يطول عمرك. لكن ايش تقول لعمك أبو موسى مديرك زمان؟ الله ما أقدر أنسى أفضاله حقيقة. أبو موسى ما أنسى أفضاله حقيقة، له فضل كثير علي. الله يجزاه خير. بصراحة من الرعيل الأول صراحة في الصحة، ومن تلمت على يديه. الله يجزاه خير ويعطيه العافية. ما قصور بالباقي صراحة، لكن هو من الركيزة الأساسية في صحة تبوك. الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية. علم غانم ما يحتاج. أكيد أكيد اسمه أبدا أشهر من علم على النار. مسيك بالخير أبو موسى، يعطيك العافية. الله يعافيك. هذا زميل الصحة زمان. الله كلك بركة، هذا من طيبك. هذه مبادرة طيبة منك، الله يجزاك خير. ما قصرت، الله يعطيك الصحة والعافية. ألف شكر للحضور، جزاكم الله خير. ما قصرت. ألف سلامة أبو فارس، قدامك العافية. ألف سلامة، قدامك العافية إن شاء الله. شكرا. وانت ما تقصر ما شاء الله عليك. انت مؤسس الصحة في تبوك ما شاء الله عليك. يعطيك الصحة والعافية. ان شاء الله لنا زيارة عندك وناخذ السيرة الذاتية ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحييكم يا مرحبا. ابو صالح مسيك بالخير. هلا بس النور. يعطيك العافية. حياك الله. ايش تقول لابن عمك؟ والله نقول الحمد لله على سلامته، ونتمنى له الشفاء العاجل، والحمد لله طمنا عن وضع العملية ما شاء الله الحمد لله ناجح، وربنا يتمم له الشفاء العاجل. هذاك اخوك يعني. الله يسلمك. علي تسلم لي ابو فيصل، جزاك الله خير. ابو رايد، هلا حياك الله. يعطيك العافية. فيصل حياك الله، الله يعافيك. مسيك بالخير. مساك الله بالنور يا هلا. ايش تقول لابو فارس؟ الحمد لله على السلامة، وطالع من الشر وقدامك العافية ان شاء الله. وتقول له امشي لازم. ايوه الممشى لازم. امشي وقاية قبل ان تمشي علاج. ابو فيصل. ام فاضل. هلا والله. يعطيك العافية. الله يعافيك. مسيك بالخير. مسيك بالنور وصل الله يسعدك. كيف حالك؟ والله بخير الحمد لله. ايش تقول له؟ ابدا الحمد لله على السلامه ابو فارس. هذا زميل الوالد ترى. اكيد، وزميلنا انا كمان معاه في الصحه. كمان ما شاء الله عليك. يعني مع الجهتين. مع الجهتين. الحمد لله على السلامه، وما تشوف شر ان شاء الله. عم كمال ابو محمد، يا هلا والله. مساك بالخير. مساك الله بالنور، حياكم الله. نقول سلامات والحمد لله على سلامة أبو فارس، أجر وعافية إن شاء الله طهور. وشكرا أبو فيصل على التنسيق الدائم في مثل هذه الزيارات. نتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. ان شاء الله. الله يعافيكم. عم سعد، الله يمسك بالخير. وشكرا لك انت، وشكرا ابو فارس، والحمد لله على سلامته. يقوم بالصحة والسلامة والعافية إن شاء الله. جهود موفقة يا أبو فيصل، الله يعطيك العافية عم سعد. بصراحة مقدم شيء كبير في تبوك لمجتمع أهالي تبوك، ولك الشكر والتقدير حقيقة. ما أنت مقصر مع الجميع، حضورا ودعما ومساندة وترابط أخوي في تبوك، فشكرا لك وجزاك الله خير. كله يعود لله، ثم الربع اللي حواليا هذين اللي ما يخلوك تقعد. لازم خلينا نزور، خلينا نروح، خلينا نجي، وحقين الممشى، فريق الممشى والأصدقاء، وما يصدقوا مثلا يسمعوا شخص والله ترى في فلان سوى عمليه او فلان، ويبادروا. فعاد الاسبوع اللي راح كان تعرف الاجازه، والان رجعنا الحمد لله، وانت لك الشكر وجهودك مشكوره يا ابو فيصل. الله يعطيك العافيه عم سعد. شكرا لك، الله يعطيك العافيه.